النهارده هنعمل مع بعض تنت مورد خدود او مورد شفايف، كل مكوناته طبيعيه تقريبا كده، مش هيكلف اكتر من 10 جنيه، ملهوش اي تاثير خالص على البشره، هيثبت من 8 ل 12 ساعات وممكن كمان اكتر. ممكن تستخدميه لاطفالك لو بيحبوا يلعبوا بالمكياج. هنعمل نوعين، نوع سائل ونوع كريمي. لو انتوا اول مره تشوفوني انا الاء جمال، ويلا بينا نعمل مع بعض التنت. اول مكون معانا بقى في المكونات، انا جبت ميه معقمه من عند اي صيدليه. دي الميه اللي احنا بنعمل بيها المضاد الحيوي بتاع الاطفال، تمام؟ لو مش عندك ميه معقمه ممكن تجيبي ميه معدنيه، لو مش عندك ميه معدنيه ممكن تجيبي ميه مفلتره، لو مش عندك يبقى انت ما تعمليش الوصفه احسن وتريحينا. ليه بقى جبت الميه دي واخترتها وما اخترتش ميه الورد؟ علشان ميه الورد يا بنات لما بنحط عليها حاجات تعمل هيت كمكمه. هنعمل ايه بقى؟ انا جبت من عند اي محل من المحلات اللي بتبيع البرفانات، الازازه دي تقريبا عامله 5 جنيه، تمام؟ هحط هنا كده بقى الميه المعقمه. انا طبعا لابسه جوانتي لان الماده اللي احنا هنشتغل بيها هتبقى تقيله شويه. اهو حطيت اهو الميه المعقمه اهي حطيتها، تمام؟ حطيت حبه اهم زي ما انتم شايفين. رحت عند اي عطار جبت بودره دم الغزال. دم الغزال دي بتكون موجوده عند العطارين. الكيسه اللي انا جبتها دي عامله تقريبا كده 5 جنيه، تمام؟ دم الغزال. هجيب بقى دم الغزال ده، هبعد كده شويه لان هو ايه بينزل لون. بصوا انا لسه مش لمسته وعمل اللون اهو. هحط شويه بقى من دم الغزال اهو جوه الازازه كده، تمام؟ على حسب بقى يعني الحبه اللي انت عاوزاهم. عاوزه بقى اللون الاحمر يكون تقيل، عاوزه اللون الاحمر يكون خفيف. طبعا انا هنا بحب يعني بستخدم مواد اوليه كده عشان انا موجوده في المركز، لكن انتوا في البيت هتقدروا تتحكموا شويه. اهو حطينا دم الغزال. طيب التركايه بقى فين بعد كده؟ التركايه بعد كده ان احنا هنجيب زيت الجليسرين. زيت الجليسرين اول حاجه هيعمل على ثبات التنت على بشرتك اكتر من 8 ساعات. تاني حاجه هيرطب وهيغذي البشره، هيخليه حلو جدا. هنحط حبه كده صغننين من زيت الجليسرين، تمام؟ اهو. وايه كمان بقى؟ الزيت اللي انا دايما بحطه في كل الوصفات بتاعتي هو زيت الورد. هحط حبه كمان من زيت الورد اهو، لان زي ما قلت لكم زيت الورد بيعمل على الترطيب وكمان بيعالج التصبغات وبيظبط البشره خالص. هحطهم على بعض اهم يا بنات كده، وهحط الكوره طبعا اللي بتعمل التنت وابتدي ارج. بصوا خدت بقى اللون اللي عاوزاه. بصوا بقى هنعمل التجربه اهو معانا اهو. بصوا يا بنات شايفين اللون عامل ازاي؟ طبعا انا لو سبت اللون ده كده مده طويله عمره ما هيعمل بقع ولا هيكتل. ليه بقى؟ عشان انا حاطه زيوت. الزيوت دي هتخليه بصوا سهل خالص ان انت توزعيه على بشرتك من غير ما يعمل بقع او تكتلات او تحسي ان هو مش ثابت خالص على البشره. شايفين باين عامل ازاي؟ طيب انتوا دلوقتي حاسه ان اللون تقيل، ممكن تخففيه، اعملي اللي انت عاوزاه. انا هنا مش ماليه الازازه قوي، لو عاوزه تخففي الازازه شويه زودي شويه من زيت الورد او زيت الجليسرين، عاوزه تسيبيه تقيل سيبيه زي ما انت عاوزه. اهم حاجه يا بنات ان انتوا تكونوا شايفين اللون طبيعي عامل ازاي. هحاول كده برده ان انا احط حبه منه على بشرتي. بصوا اللون اصلا نازل جميل ازاي اهو. اتحط طبعا تقيل جدا صح؟ هقلب اهو واوزع، خف شويه. شايفين الدرجه حلوه قوي، وزي ما قلت لكم انتوا بقى بتقعدوا تخففوا او تتقلوا زي ما انتوا عاوزين، ماشي؟ انا بس بوريكم التجربه قدامكم كده ان هو بجد شكله حلو جدا، تمام؟ انت بقى خففي وتقلي. هروح احط على الناحيه الثانيه واجي لكم عشان يكون الناحيتين زي بعض. بصوا يا بنات رحت حطيت على الناحيه الثانيه. شايفين شكل خدي بقى شكله جميل جدا ازاي؟ وزي ما قلت لكم ما تشيليش هم خالص ان هو يعمل لك اي تكتلات او ان هو يثبت او ان انت ما تعرفيش توزعيه. انت حتى لو سبتيه 10 دقائق على ايدك وجيتي قلبتي هتلاقيه اتوزع. ده اول حاجه لو احنا عاوزين نعمل التنت زي ما انتم شايفين كده سائل. طيب لو انا مش بحب التنت السائل وعاوزه اعمل تنت كريمي اعمل ايه؟ انا جبت علبه فاضيه اهو غسلاها، تمام؟ ونظيفه اهو. هجيب اي نوع كريم مرطب انت بتحبيه. شوفي انت بتحبي كريم مرطب ايه جيبيه. طبعا معلش سوري على اللخبطه بقى والحاجات اللي في ايدي دي. هجيب اي نوع مرطب انت بتحبيه لبشرتك، تمام؟ ومتعوده عليه انك بتحطيه في بشرتك. هنجيب حبه كده صغيرين وهنجيب المعلقه وهنحط حبه برده هنا في علبه اهو. وعلى فكره لما بتيجي تستخدمي الكريم يا بنات ده ممكن كمان تستخدميه في ترطيب الرجل او تعملي دم غزال على رجلك، تمام؟ وهناخد حبه زي ما قلت لكم بقى على قد انت عاوزه اللون بتاعه يطلع ايه، يطلع خفيف، يطلع تقيل، يطلع كريمي، يطلع بصي زي ما انتوا عاوزين. واقعدوا قلبوا كده
الدرجه يا بنات فوق الخيال، درجه وهميه. بصوا بقى، لا انا هقلع لكم بقى الجوانتي ده عشان اوريكم ايدي التانيه. بصوا خدت حته اهو من الكريم اهو وحطيت. بصوا يا بنات، بصوا الدرجه. اقعدي بقى بصي، نقطه نقطه عملت قد ايه؟ شايفين نقطه واحده عملت قد ايه اهو. ده بقى انتوا ممكن تعملوه كده على وشكم عشان هو معمول بكريم مرطب، وممكن تعملوه على كعب رجليكم. تمام. الخلطه سهله جدا وسريعه جدا. بصوا بقى ده منظر وشي بعد ما حطيت ده على الناحيتين وبعد ما ظبطته. بصوا بقى خفيف وجميل، وتحسوا ان في لمعه كده جميله هنا في خدي. ودي منظر ايدي ده اللي كان عليها السايل. انتوا متخيلين يا بنات ان انا حاولت ان انا اغسل ايدي وحطيت ميك اب ريموفر. بصوا الثبات عامل ازاي، وزي ما قلت لكم التكايه بتاعت الثبات بسبب زيت الجليسرين، وهنا الكريمي بعد ما انا غسلت ايدي برده. يا رب يكون بقى فيديو النهارده عجبكم وتكونوا استفدتوا. جربوا اعملوا الوصفه دي وقولوا لي في الكومنتات لما عملتوها كانت عامله معاكم ازاي. زي ما قلت لكم، لو عايزه تخفيف اللون شويه براحتك، لو عايزه تقليه براحتك زي ما انت عاوزه، هي اذواق يا بنات. لو اي حد عنده اي سؤال يكلمني على الخاص وهرد عليه على طول. مع السلامه.